السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. إن شاء الله بإذن الله بقى النهاردة هيكون فعلا بداية تعلمك للبرمجة، مش مجرد بلوكات. الحاجات اللي اتعلمناها في سكراتش هنعملها بلغة السي، بس مش عايزك تخاف خالص. حتى في كتابتي في الكود مش هجري فيها، هكتب لك الكود على مهلي بحيث إن أنت تكتب ورايا، ما تعملش علامة غلط والكود يقوم مديك ايرور. فما تخافش، كل الحاجات ديت بإذن الله أنا هراعيها وهشرح لك بلهجة بسيطة جدا، وهتلاقي الموضوع كله سهل معاك. يعني مش هتلاقي حد يعمل معاك كده. فلو استفدت بقى ما تنساش الاشتراك في القناة وتدوس لايك كده وتدعمنا عشان خاطر نكمل بقية الكورس إن شاء الله. أولا كده أنا هتخش على الرابط اللي أنا هسيبهولك تحت في الديسكريبشن عشان خاطر يفتح لك بيئة العمل بتاعت فيجوال ستوديو كود. فيجوال ستوديو كود دوت اللي انت بتكتب عليه الكود، او اللي انت بتدي اوامر للكمبيوتر. ودوت كنت عامل عنه كورس، هتلاقيه في كورس ما قبل تعلم البرمجة. لو ما اتفرجتش عليه لازم تتفرج عليه عشان خاطر يوضح لك الفرق ما بين التكست اديتور والاي جي اي والكلام ده كله. فعامة يعني دوت بيكون فيجوال ستوديو كود، بس منهج سي اس 50 موفر لك بيئة عمل بدل ما نقعد لسه نسطب ونعمل ونسطب لغة سي والكلام ده كله لحد ما نبقى نيجي فعلا نخش نتعلم لغة حقيقية فعلا. انما احنا دلوقتي بنتعلم اساسيات من كل لغة، فمش فاضيين ان احنا نسطب ونعمل. فهم عملوا لك بيئة عمل بالظبط زي سكراتش تقدر تخش منها. فانا سايب لك اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن. هتخش وتسجل عن طريق حاجه اسمها الجيت هاب. انا طبعا عشان خاطر عامل حساب على جيت هاب هيخش معايا على طول. لو مش عارف ايه جيت هاب برضو كنت عامل فيديو عنه تقدر تخش تتفرج عليه. بس عامه يعني لو عايز تختصر على نفسك الطريق انت هتخش تعمل حساب على جيت هاب عشان خاطر تخش تسجل في الموقع دوت. فانا عشان خاطر عامل انا دخلت على طول. انت ممكن توقف الفيديو تروح تعمل حساب على جيت هاب وبعد كده ترجع تكمل عادي. فهو كده دلوقتي بيحمل معايا. فانت اول ما دخلت يا سيدي هو بحساب الجيت هاب دخلني على الواجهه ديت، فانا هشرحها لك. هنا اولا رقم واحد بنكتب الكود، وانا هنا برضو عشان خاطر ما لخبطكش يعني فانا هختصر واقوم ماسح لك برضو اللي مكتوب هنا علشان خاطر ما تجيش تقول ده ملخبطني. ماشي، ونشرح بقى من الاول خالص. هنا انت بتكتب الكود، هنا بيظهر لك النتيجه بتاعت الكود، او بتدي الاوامر عشان خاطر الكود يقوم مديك النتيجه ديت. زيها زي الفولدر، اكنك دخلت هنا مثلا على سطح المكتب اهوت وبتختار الحاجه اللي انت عايزها عشان خاطر تقوم ظاهره لك هنا. هي دي زيها بالظبط. دي علامه البحث ودي علامه الملفات اللي بيظهر لك فيها ملفاتك والكلام الجميل دوت كله. طب انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ بص يا سيدي، هنقوم دايسين على العلامه ديت نيو فايل. هتعمل ايه يا سيدي في نيو فايل ديت؟ او انا عايز منها ايه؟ هتقوم كاتب لي فيها اي اسم بس تزود في الاخر دوت سي. ازاي؟ يعني انا مثلا وليكن على سبيل المثال هكتب له كلمة هلو، بس ركز جامد في الاسم اللي انت هتكتبه، بس ازود في الاخر ديت اللي لازم ازودها دوت سي. وبعد كده هتيجي هنا على الشاشة دوت داس كده هو فتح لي معايا الفولدر بتاع لغة السي. تمام تمام يا سيدنا، بس في شوية اوامر كده يا سيدنا بقى عايزك تاخد بالك منها. كود هلو، كود هلو ديت بتساوي حاجة اسمها كرييت فايل. يعني ايه يا سيدي كرييت فايل؟ يعني بيفتح لك ملف جديد. تاني حاجة هي ميك هلو. ميك هلو ديت بتكتبها علشان خاطر الكود يديك النتيجة، او يعرف الكمبيوتر ان انت عايز تخلي الكود يديك النتيجة. بعد كده دوت هلو انت بتقول له نفذ الامر، يلا هات النتيجة. بس لازم في الاول تكتب له كلمة ميك هلو عشان خاطر يديك كومبايل. تمام يا معلم؟ تمام. طبعا انا عارف ان برضك انت شكلك كده مش فاهم حاجة، بس هنفهم كل حاجة. حتى في كتابة الكود هفهمك كل حاجة. بص يا سيدي، الكود عشان خاطر تيجي تكتبه في شوية اساسيات وفي حاجات ينفع تتغير. يعني اللي هكتبه معاك دوت ده اول كود بلغة السي. هوريك ايه هو اللي كان ممكن ينفع تتغير وايه هو اللي الاساس. يعني ايه الاساس؟ يعني ما ينفعش تغيره. يعني من الاخر احفظه، لو انت مش عايز توجع دماغك احفظه. بس دوت اساس اللغة زي الانجليزي. انت عندك الضمائر، مش هتيجي تقول لي الاي دي جت منين والام والاز والار. خلاص دي حاجات في اللغة اوتوماتيك، انت مش هينفع تغير منها حاجة. فتعالى نكتب مع بعض اول حاجة، وانا هكتب بالراحة جدا لسبب بسيط جدا. علشان خاطر لو حرف واحد طلع في الكود غلط الكود كله هيطلع غلط.
وانا عايزك تمشي معايا واحده واحده، وكنت عامل فيديو ازاي تكتب بسرعه على الكيبورد ممكن تتفرج عليه، عشان خاطر بعد كده لما نخش في المستويات اللي جايه هبدا اجري في الكود. بس احنا عشان خاطر اول مره كده هوريك ازاي تكتب الكود بالراحه، علشان خاطر لو حاجه بس غلط، لو علامه ترقيم غلط الكود كله هيطلع غلط. فتعالى كده نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هتقوم عامل علامه الشباك عادي جدا، وبعد كده هتقوم كاتب له انكلود اهو، انكلود. تمام يا معلم. اول حاجه هتعمل له علامه الشباك، بعد كده هتقوم كاتب له انكلود، بعد كده هتقوم سايب مسافه بسيطه جدا 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 اهو، وبعد كده هتقوم عامل له علامه اكبر من كده او اصغر من، بس هتعمل العلامه اللي انا قلت لك عليها ديت، وتقوم كاتب كلمه استوديو اهوت. اديني ماشي معاك بالراحه خالص. تمام يا باشا، تمام. وتقوم مزود نقطه، وتقوم حاطط بعد كده الاتش، وتقوم قافل مكانك. لازم اهم حاجه تقفل مكانك، وتقوم دايس انتر عشان خاطر يقوم عامل لك سطر جديد. بص الموضوع صار ازاي. وهتقوم دايس بعد كده انت، تمام، مان. اظن ان انا كده ماشي معاك بالراحه، محدش بيكتب بالطريقه ديت اصلا يعني عامه. ماشي. وهتقوم كاتب له كلمه void، وهتقوم بعد كده هتنزل برضك حته كمان، تقوم دايس انتر. تمام تمام. وبعد كده هتقوم عامل دي اهو، بس هتيجي تقوم عامل كده، وتقوم ماسح القوس الاخير ده، وتسيب لي القوس دوت بس، وتقوم دايس انتر كمان. تمام. بعد كده هتعمل برنت اف هالو وولد. هفهمك بقى الكود، بس الكود نكتبه كله بس كده على خيرة الله اهو. هتقوم عامل كلمة برنت اف. تمام يا معلم، تمام كده. الموضوع لحد دلوقتي ماشي معانا زي الحلاوة ماشي. وبعد كده هتقوم عامل علامة التنصيف دي، اوعى تنساها، وتقوم كاتب له كلمة هالو. تمام تمام. انا كده لحد دلوقتي ماشي تمام 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 وزي الفل ماشي. تمام. وبعد كده تقوم دايس له وورلد. تمام. اوعى تكون غلطت حاجه في اللي فوق، انا عارف ان انت اول مره تكتب كود بالمنظر دوت، بس ما تخافش يعني، هتتدرب ان انت تكتب اكبر منه وتحل بروبلم سولفنج، والموضوع هيبقى ماشي معانا ان شاء الله باذن الله زي الحلاوه. بعد كده علامه تعجب، وبعد كده تقوم عامل لي علامه تنصيف، وبعد كده تقوم خارج بره الكود، وتقوم عامل كده، وتقوم نازل واحده كمان. تمام يا معلم، تمام يا سيدنا. وتقوم كاتب لي اللي انا هقوم عامل لك عليه برضك، هتقوم بس عامله اللي انت هتقوم قافل كده، وبكده انت كتبت الكود. طب ايه الاساسيات؟ بص يا سيدي، انكلود ستوديو، انت معرفش ايه، كل دي كده الاساسيات. من اول القص هنا انا كتبت الكود، وبعد كده قفلت الكود. طب لو انا ما كنتش كتبت اللي فوق ده، لو كنت جيت عايز اطبع الكود كان هيديني ايرور. فانا من اول هنا كده كتبت الكود، وبعد كده قمت قافله. واللي جوه ده ينفع يتغير، انا هنا بقول له عايزك تطبع لي هلو وولد، ممكن اغيرها، ممكن اشيل هلو وولد ديت واحط اي حاجه تانية انا عايزها، بس انا قلت له اطبع لي ديت. دوت المفروض اللي بيتكتب في اول سطر كود عندك لما تيجي تقول له يطبع لك هلو وولد دوت، تحفظه تفهمه تعمله كوبي بيست اي حاجه، بس ما انصحكش تعمل كوبي بيست يعني تدرب على كتابه الكود. تمام. انما انت هنا بتقول له اطبع لي كلمه هلو وولد. تمام. انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز دلوقتي اشغل الكود، واتفقنا قلنا اول حاجه بنعملها ان انا بقوم كاتب له ميك هلو عشان خاطر اعرفه ان انا عايز اطبع الكود. تمام تمام. فانت هتيجي هنا كده اهو في الحته ديت، واقوم قايل له ميك هلو. تمام تمام. وتقوم دايس لي انتر. ايه اللي حصل بقى قبل ما اقول له اطبع الكود؟ اللي حصل ان هو انا لسه ما قلتلوش اطبع الكود دوت، فهو طبع حته منه كده منه لنفسه، او زي ما تقول طبعه كله وحطه في ملف تاني لوحده اسمه هلو، بس حطه بلغة الصفر والواحد. حتى لما انا جيت قلت له شغله له قال لي مش لازم تشوفه،
ليه مش لازم اشوفه؟ لغة صفر وواحد انت هتشوف فيها ايه؟ خلاص اطبع الكود بتاعك وهو هيديك النتيجة هنا، مالكش دعوة بهنا. فانت ما تحاولش تفتحه، ولو جيت افتحه ودوست اوبن برضو هيقوم جايب لي لغة الصفر والواحد، بس انا هكمل عادي. وبعد كده بقى خلاص بقى انا عايزه بقى يطبع لي الكود النهائي بتاعي جدا، فاقوم قايل له دوت سلاش هلو، واقوم ضايف له دوت سي اهوت يا سيدي. هتقوم عامل كده اهوت، وتقوم كده وتقوم كاتب كلمة هلو. تمام تمام. طب انا ليه كتبت كلمة هلو؟ عشان خاطر انا مسمي الملف عندي هلو. طب لو انا كنت مسمي الملف عندي محمد احمد كنت تمام يا معلم. فانا بعد كده كتبت له دوت هلو، قام يديني ايه؟ قام طابع لي هلو وولد، الجملة اللي مكتوبة في قلب بكلمة برنت اف. طب اخر حاجة عشان خاطر نختم مع بعض الفيديو ده، عشان خاطر بعد كده الاجزاء اللي جاية كبيرة، انا بس بديك حاجة بسيطة جدا تحاول تفهم بيها اللغة، وان شاء الله باذن الله تكون تطبق عليها وتحاول تكتب الكود دوت كذا مرة بايدك، وتطبع نتائج تانية وتغير نتائج هلو وولد، عشان خاطر احنا هنخش على حاجات تقيلة والفيديوهات بعد كده هتبقى كبيرة. ماشي. انا كده طبعت عندي النتيجة، بس لو لاحظت هنلاحظ مع بعض حاجة بسيطة جدا. ايه هو؟ ان هو ما فتحليش سطر جديد. ليه ما فتحليش سطر جديد؟ لان انا ما قلتلوش افتح لي سطر جديد، عشان خاطر كده هو ما فتحش سطر جديد. طيب انا هعمل ايه دلوقتي عشان خاطر يفتح لي سطر جديد؟ بسيطة، هقوم جاي كده هنا وهقوم قايل له ان انا اصلا عايز افتح سطر جديد، فهقوم قايل له دوت ان. تمام تمام كده، وعرف ان انا عايز افتح سطر جديد. فلو جيت هنا كده وقمت عايد برضو الخطة من الاول، ميك هلو، وقمت دايس له انتر، وقمت برضو قايل له دوت سلاش هلو، وقمت دايس تاني انتر، قام فاتح لي هلو ولد، وقام فاتح لي سطر جديد. ليه؟ انا طلبت منه ان هو يفتح لي سطر جديد. انا قلت له سلاش ان اللي انا زودتها في الاخر ديت، ان اللي انا عملتها في الاخر ديت هي عرفته ان انا عايز افتح سطر جديد. بص، هو انا ما وضحتلكش كل حاجه حرفيا في الكود، وما فهمتكش كل حاجه، بس حاول تفهم بس اللي انا اديتهولك. ومن اول بكره ان شاء الله باذن الله، انا من غير ما افهمك اصلا انت اوتوماتيك هتفهم لوحدك. بس انا عايز اقولك اتحداك ان انت تشوف حد بيكلمك بالبساطه اللي انا بكلمك بيها دهيت. يعني انا يعني غالبا الكورسات اللي انا كنت بتعلم منها الاول وانا صغير لما بدات اتعلم برمجه كان حرفيا بيكتب الكود سريع، وعايز اقولك ان انا كنت بقعد اكتب الكود ورا منه بعديها بساعه او ساعتين عشان خاطر اكتب نفس الكود اللي هو عمله. انما انا اديتك فرصه تكتب، مشيت معاك بالكود واحده واحده، بس ما تاخدش على كده على طول. انا عايزك ان انت تتدرب معايا وتشد حيلك معايا، ما هو احنا مش هنمشي. احنا لو مشينا بالطريقه ديت احنا هنكتب بعد كده بال 500 كود، يبقى هنقعد للصبح بقى ومش هينفع طبعا يعني. فبعد كده ان شاء الله باذن الله كتابة الكود هتكون سريعه، كل مره هتكون اسرع من اللي قبلها. فحاول تمرن ايدك على كتابة الكود وتشوف فيديو بتاع ازاي تكون سريع على الكيبورد، وهتلاقيني حاطط لك فيه المواقع. كل الحاجات دي هسيبها لك تحت في الديسكريبشن. يا رب تكونوا بقى استفدتوا، ولو استفدت كده ما تنساش تصلي على النبي، تضغط اشتراك في القناة وتدوس لايك، والسلام عليكم.